بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وفي أحسن حال دايما يا رب. جايلكم النهارده في فيديو جديد. احنا الأيام دي في موسم البامية الخضراء زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نخزن شوية بامية كده، واحنا بنخزنها كده ايه، نقول ازاي هنخزنها بطريقة سهلة وبسيطة خالص، وازاي تحتفظ معاكي باللون الأخضر، تقعد معاكي كده طول السنة بلونها الأخضر الجميل، من غير ما تغمقي، من غير ما تبوظ منك. وفي نفس الوقت نطبخ شوية كده ونعملهم ايه بطريقة سهلة وبسيطة كده من غير لحمة، وفي نفس الوقت تطلع كده ايه، أكلة حلوة كده إيه، يعني كل اللي هياكلوها ما يحسوش ان هي ما فيهاش لحمة خالص، مع ان هي تبقى قرداحي. زي ما انتم شايفين كده البامية الخضراء، احنا الأيام دي في موسمها، موسم البامية الخضراء. والبامية أنواع، في بامية بيضة اللي هي اللي معايا دي، وفي بامية كده ايه حمراء ناعمة شوية كده، اسمها بامية صوابع الست. انما البامية البيضة اللي انتم شايفينها دي، في ناس بتحب البامية البيضة وفي ناس بتحب البامية الحمراء. الناس اللي هي غاوية أكل بيجيبوا البامية اللي هي البيضة، لأن هي بتبقى يعني بيبقى طعمها حلو شوية، وبتبقى فيها لحم كتير عن البامية اللي هي الحمراء الناعمة دي. البامية اللي هي الحمراء بتبقى فيها ايه، بتبقى يعني فاضية كده من جواها شوية، بتبقى طويلة وسرحة كده، يعني ايه، آه، مش مكببة او مش تخينة شوية كده زي البامية البيضة. وفي نفس الوقت بتبقى ناعمة كده، ما بتبقاش فيها شوك كتير للناس اللي هي ايه بتخاف ايه ايديها تتشوك والكلام ده كله. بس الباميه اللي هي البيضه زي ما انتم شايفين كده، هي بيبقى فيها نسبه شوك وكل ده بيطلع في السلق معانا اللي احنا واحنا بنسلقها. بس بتبقى طعمها حلو، بيبقى فيها ايه نسبه لحمه كتير، وبتوفر معاكي، وبتخلي الطبخه بتاعتك يعني هتعمل نص كيلو هيعمل لك ايه كتير. انما الباميه اللي هي الباميه اللي هي صوابع الست دي بتبقى خفيفه كده، وبتبقى قليله، ما بتعملش وما بتفرطش منك كتير. تابع معايا الفيديو. لو اول مره تشوفي قناتي فضلا وليس امرا، اعملي لايك واشتراك وفعلي معايا زر الاشتراك عشان يوصلك مني كل جديد من فيديوهات المطبخ ام عبد الله. احنا في ايام الباميه دلوقتي، والباميه ايه ده وقت خزينها، ما تستنيش كتير، لان ايه الباميه لو دخلتي على شهر 8 هتلاقي الدوده مشت فيها، ومش ايه مش هتحب ان انتي تخزنيها. بنجيب الباميه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، وبنقمعها زي ما انتم شايفين، بنقمعها باللي هي ايه، بالحته اللي هي بنعمل لها زاويه كده من فوق، ما بنقشطهاش قشط كده، علشان ايه، علشان الباميه بتاعتنا ما تطلعش الماده اللزجه، او ما تطلعش المكون اللي هو في قلب الايه، في قلب الباميه، وتطلع معاك تبقى لزجه كده وما تبقاش كويسه معاك. فاحنا بنعملها بالزاويه اللي احنا شايفينها دي. وفي نفس الوقت كده لما بنعملها بزاويه بيبقى شكلها حلو، بتدي ايه شكل ومنظر كده كويس، وهي ايه في الحله بتاعتنا. إيه، في ناس بتحب تغسل الباميه قبل ما تقمعها، بس انت لو غسلتيها قبل ما تقمعها يعني ايه بتلاقيها زلمطت في ايدك كده ايه، وما بتخليكيش تعملي بسرعه وبتزهقك وانت بتعمليها. يفضل ان انت تغسلي الباميه بعد ما ايه، بعد ما تقمعيها، تغسليها بشويه ميه دافيه كده او بميه عاديه خالص، هتديكي برضو نتيجه كويس. تعالوا بقى عشان نسلق الباميه بتاعتنا. بنجيب بقى حله كبيره كده، وبنحط فيها ميه كتير زي ما انتم شايفين كده، وبحط فيها معلقه من السكر ومعلقه من الملح وعصره ليمونتين. معلقه السكر دي بتبقى حاجه زي ماده حافظه كده، والملح بتاعنا وشويه كده ايه، وعصره ليمونتين كده. لو الليمونه بتاعتك كبيره اعمل ليمونه واحده بس، لو الليمون بتاعك صغير حط ليمونتين او ثلاثه من الصغيرين. طبعا الليمونه دي بتحافظ على خضار الباميه، بتخلي لونها اخضر كده، وتفضل معاكي كويسه كده لحد اخر كيس ايه بتحتفظ بيها ايه في الفريزر او في التلاجة بتاعتك. ومعلقه السكر بتبقى برضو زي ماده حافظه، بتحافظ على الحاجه بتاعتك، وبتخلي ايه طعمها كويس، لان احنا عارفين ان الحاجه اللي بنحطها في التلج، يعني التلج مع المده مع الوقت اللي بنحطها فيه بتقعد معانا ايه، يعني ايه زي ما يكون طعمها بيغير كده او طعمها بيمسخ كده. طبعا الحاجه الطازه استحاله تبقى زي الحاجه المجمده. الحاجه بنحطها في الفريزر شوفي لو حطيتيها يوم واحد بس او يومين، تلاقي التلج اكل من طعمها وخلي ايه طعمها غير معاكي. فمعلقه السكر دي بتحافظ على طعمها ايه، وفي نفس الوقت ايه مع الليمونه دي إيه ومعلقه السكر بيخلوا ايه طعمها ولونها يفضل اخضر معاكي طول السنه. بنحط الباميه بتاعتنا بعد ما الميه بتاعتنا تقرب ايه تغلي، او بعد ما بتغلي على طول كده، وما نخليش الباميه في قلب الايه في قلب الميه كتير، يا دوبك بنقلب كده ايه تقلبتين ثلاثه كده 10 دقايق كده، ما بتقعدش معانا وقت طويل. وبعد كده بنطلع الباميه بتاعتنا. طبعا قبل ما اطلع الباميه بتاعتي باخد واحده كده على طرف المعلقه وبدوس عليها بايدي، مش عايزاها يا دوبك مش عايزاها تتهرس بايدي كده، لا انا عايزه ايه تبقى متماسكه، وفي نفس الوقت ايه تحس بايدك ان هي يعني ايه مستويه.
لان هي في التلج طبعا يعني ايه التلج هيطريها وهيخليها ايه تكمل سوا. بنجيب بقى ايه بوله او وعايه او اي حاجه ونحط فيها ميه، ويفضل انها تكون ميه ساقعه من التلاجة. ولو عندك مكعبات تلج كمان حط فيها ايه، لما بتطلعي الحاجه السخنه كده وتحطيها على ميه ساقعه متلجه، يعني ايه بتخليها توقف عمليه السوى، وفي نفس الوقت بتحافظ على لونها الاخضر ما بتسودش معاكي. لان انت لو سبتيها في الميه السخنه او في حاجه سخنه كده سبتها تبرد براحتها كده، الهواء او الجو اللي انت بتحطيها فيه هيخليها تسود غصب عنك. انما لما بتحطيها في ميه ساقعه او ميه متلجه كده بمكعبات تلج، الباميه بتاعتك هتوقف عمليه السوى بسرعه، وفي نفس الوقت هتحتفظ بلونها الاخضر، وتفضل ايه معاكي خضره لاخر وقت والاخر كيس ممكن ايه تستعمليه معاكي. طبعا الباميه بتاعتي انا زي ما انتم شايفين كده انا خزنت شويه. احنا في ايام الباميه، الباميه الايام دي الكيلو ب25 جنيه، وفي ناس بتبيع ب30، على حسب بقى ايه المكان اللي انت بتجيبي منه. فبما ان هي ايه غاليه، ما تجيبيش بقى ايه يعني تقدري تجيبي كميه كامله تخزنيها هاتي، ما تقدريش هاتي بقى كل مره كده هاتيلك شويه كده على قد ايه ميزانيتك وعلى قد الفلوس اللي في جيبك. انا خزنت شويه من الحبه اللي انا جايباهم، وفي نفس الوقت هعمل ايه شويه كده هعملها طبخه النهارده. إيه ما شاء الله، إيه الباميه بتاعتي يعني شكلها جميل جدا وريحتها وطعمها حلو قوي. إيه انا جبت كده ايه معلقه بعد ما سلقت شويه وطلعتهم نص سلق كده، حطيتهم بقى في ميه ساقعه علشان نخزنهم. وهنعمل بقى الطبخه بتاعتنا النهارده شويه باميه كده. جبت معلقه من السمنه اللي هي السمنه البلدي اللي كنا عملناها بليه الخروف قبل كده، لان هعمل الباميه بتاعتي من غير لحمه، هعملها كده يعني ايه اكله كده ارداحي. في نفس الوقت كده حطيت ايه بعد ما حطيت معلقه السمنه اللي احنا عملناها بليد الخروف قبل كده، حطيت عليها معلقتين كبار كده من التوم، ويفضل يكون توم طازه. التوم اللي هو الطازه يا جماعه بيبقى حلو قوي في الحاجات اللي هي زي الباميه والملوخيه دي، بيديلها طعم ونكهه جميله جدا. عشان كده بقول لك يفضل ان انت تحطي توم طازه طازه، ما تحطيش توم مجمد. وحطيت معاه كمان معلقه كبيره كده من هريسه الشطه، وحطيت شويه كزبره كده ايه وشويه فلفل اسمر، وكله مع الايه مع السمنه بتاعتي، وشوحت كله مع بعضه كده لحد ما التومه بتاعتي اصفرت. بعد كده نزلت عليها بالطماطم بتاعتي، لتر من الطماطم بتاعتي كنت مسبكاها كده وحطيتها في الفريزر. بعد كده حطيتها بالايه حطيتها فكت كده في من التلج بتاعها، هي يعني ايه متسبكه مش محتاجه تاخد وقت طويل. بعد كده نزلت عليها بالباميه بقى بتاعتي. الباميه انا كنت سبت شويه كده في قلب الميه بتاعتها، كملت التسويه بتاعتها، لان انا ايه يعني الحاجه اللي هجمدها هفرزها، ما بخليهاش تستوي قوي في قلب الميه او في قلب السلق بتاعها. انما هتطبخيها النهارده اسلقيها بقى ايه السلق بتاعها او وقت، خليها تاخد وقت التسويه بتاعها الكامل. بعد ما حطيتها بقى زي ما انتم شايفين كده، ضفت عليها بقى شويه من الميه المعلقه بتاعه السمنه دي. لو عندك بقى قطعه من الليه او حتتين لحمه كده او سميد لحمه او اي حاجه من دي، حطيهم كده مع الشوربه وسيبيها تغلي كده غلوتين مع بعض، هتديكي طعم ونتيجه جدا جميله جدا جدا. الباميه بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين كده. حطيت لها كمان شويه شطه وشويه ملح، لان احنا يعني ايه عندنا بيحب الايه الحاجات اللي هي المشطشطه قوي، خاصه الباميه. بس بقى تغلي غلوتين كده على النار لحد ما تتسبك، بتبقى اعمليها بقى بالطريقه دي جميله جدا جدا. طبعا الباميه بتاعتي اللي هفرزها سبتها كده على فوطه، حطيتها كده على جنب لحد ما ايه نشفت من الميه بتاعتها. بعد كده عبيتها في اكياس، وبنفرغ الهواء من الاكياس طبعا قبل ما بنقفلها، وبعد كده بقى بتكون جاهزه معانا بتبقى بالشكل ده كده. دي الباميه بقى بتاعتي اللي انا طبختها اهي، ما شاء الله جميله جدا شكلها وطعمها حلو قوي قوي، مع انها ارداحي. بس بصراحه كل اللي اكلوها عجبتهم جدا جدا بالطريقه اللي انا عملتها دي. ودي الباميه اللي انا فرستها، طبعا بنخرج الهواء من الاكياس زي ما قلنا وبنقفلها. بتعبي الاكياس بقى على قد الايه على قد الطبخه اللي انت بتعمليها. ولو مش قادره تشتري الكميه كلها، ممكن تعملي يعني ايه كل فتره كده او كل سوق او كل ما تروحي السوق تجيبي شويه على قدك، على قد ميزانيتك، وبتعملي ايه بالحاجه اللي ايه المتاحه في ايدك. ما تقدريش نفسك. بس اهم حاجه نعملها الايام دي، ما نستناش لما لحد ما ندخل شهر 8 وشهر 9، علشان في الوقت ده الدوده بتمشي في الباميه وما بتبقاش ايه كويسه معانا، واحنا بنعملها ما بنبقاش مطمنين لها وكده. دي الباميه بتاعت النهارده اللي فرستها واللي طبختها. لو عجبكم الفيديو فضلا وليس امرا اعملوا لايك واشتراك وفعلوا معايا زر الاشتراك عشان يوصلكم من كل جديد من فيديوهات المطبخ ام عبد الله. استنوني في فيديوهات جايه.